لو انتم من عشاق الملوخية الفيديو ده ليكم. النهاردة هنعمل الملوخية بطريقة مظبوطة، وهقولك ازاي الملوخية تفضل خضرة معاكي طول اليوم ومتغمقش خالص، وكمان هقولك ازاي تفرزي اكبر كمية ملوخية وتخليها معاكي خضرة وجاهزة على طول السنة، تطلعيها وتعمليها في ثواني. مفيش اسهل من كده. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو أول مرة تشوفوني أتمنى تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة عشان الملوخية تفضل معاكي خضرة ومهما تقعد ما تغمقش، في ناس أول ما بتعمل الملوخية بتلاقي لونها خلاص اتأكسد وسودت. لا، علشان الملوخية تفضل خضرة بنحط الشوربة تغلي الأول، وأول ما الشوربة بتغلي بننزل عليها بتوم مفروم من بتاع الطشة، توم مفروم بالكزبرة، وبعد كده بنزل بالملوخية اقلبها كويس مع الشوربة وهي بتغلي، وبعد كده بعمل الطشة واطشها للملوخية. وطبعا اول ما الملوخية تغلي معايا بقفل النار وما بحطش غطا الحلة، طبعا عشان الملوخية ما ترقدش في الحلة. هنا طريقة تخزين الملوخية سهلة وبسيطة جدا. انا عندي هنا كمية الملوخية بتاعتي اللي هخزنها خرطتها بالمخرطة عادي، وهحط عليها معلقة صغيرة هرمية بيكنج باودر، وثلاث معالق صغيرين مرقة دجاج بودرة او مكعبين مرقة دجاج زي ما انتم شايفين كده. وبقلب الملوخية بتاعتي. بعد كده بنزل على الملوخية بمية مغلية. كمية المية المغلية هنا هتبقى بالنسبة لكمية الملوخية ان انا اخلي الملوخية عندي عاملة زي العجينة. مش عايزة الملوخية تبقى سايلة معايا خالص، انا عايزاها تفضل متماسكة زي عجينة الطعمية كده، او اخف سنة بسيطة. طبعا الخطوة دي تقدروا تعملوها بالهاند بلندر او في الكبة. بنحط ورق الملوخية وهو سليم، وبنحط عليه المكونات، وبعدين بننزل بالمية واحدة واحدة مع الضرب لحد ما يوصل قوام الملوخية للقوام اللي احنا حابينه. حابين تضربوها وتبقى ناعمة او تبقى متوسطة الخشانة يعني، مش خشنة قوي ومش ناعمة قوي. طبعا كل ده حسب الرغبة، بس كل واحد يعملها بالطريقة اللي تناسبه. كده الملوخية بقت جاهزة عندي وقوامها اتظبط. هحطها في اكياس تلاجة عادي جدا بعد ما تبرد شوية طبعا، علشان المية كانت سخنة. هنحطها في اكياس تلاجة عادية وهقفلها عادي خالص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. لو عندكم اكياس تلاجة اللي هي سهلة الغلق طبعا تقدروا تستعملوها، او اكياس تلاجة عادية. انا حبيت اوريكم الطريقة باكياس التلاجة العادية دي. احلى واسهل طريقة لتخزين الملوخية، بتخليها خضرة ما بتغمقش ابدا الطريقة دي، وكمان سهلة وبسيطة. هتطلعي كيس الملوخية تحطيه في الشوربة وهي بتغلي، وتقلبي جامد لحد ما يفك معاكي في الشوربة، وهتعملي نفس الخطوات بالظبط اللي كنتي بتعمليها في الملوخية الفريش. هتطلع معاكي خطيرة بإذن الله. طبعا احنا مش بنحط ملح إلا لما ندوق الملوخية. أتمنى تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم، وأتمنى تعملوا الاشتراك في القناة، وما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم.